الحياه يا استاذ عبد الوهاب. يعني مثلا ما في شك انه الاكل يعني حاجه يعني. لا احنا عارفين انك تحب الاكل. مش احبه كتير، يعني مش احب اكل كتير يعني ذواق. طيب انت بتحب ايه اكتر طبق لبناني تحبه؟ المجدره اللي هي يسموها هنا المخبوصه. ما اعرفش المخبوصه دي هي ما تعجبنيش، لكن هي مجدره لفظ ما يتلحنش يعني. المخبوصه دي يعني ما اقدرش احط غنوه. مثلا لو حبيت اعمل غنوه واحط فيه مخبوصه ما اقدرش. يعني تصوري كده هغني مخبوصه مش معقول. لا مش معقول، لكن احبها قوي. طب وبعدين انا ابتدعت هنا اكل يعني. احب يعني ازيد الى معلوماتك. زي إيه؟ مثلا انا احب الكبه قوي، لكن هنا بيعملوها شويه يعني بسم الله ما شاء الله صحتهم كويسه والميه والهواء كويس فبيهضموا كويس. تقيله يعني. فمثلا تجد الكبه المشويه حاجه بسم الله ما شاء الله زي الكوره كده، وجواها كلها بقى دهن وحاجات لطيفه كده، والمقليه ومش عارف ايه. قمت انا عاوز اكل كبه، اعمل ايه؟ فلقيت مره قدامي صحن كبه نيه. فقال لي اتفضل. انا ما باكلش كبه نيه. فندهت لصاحب المطعم وقلت له ممكن انك تاخد الصحن اللي قدامي ده وتعمل لي منه قطع صغيره كده تشويها لي من غير ما تحط عليها اي حاجه؟ قال لي تكرم. قلت له طيب تعالى انا وانت نسميها حاجه. فقال لي سميها مش عارف بطاطيش ولا طبطيش ولا حاجه بطاطيشه كده ولا حاجه طبطوشه ولا ما اعرفش حاجه كده يعني. عرفتها يعني اول ما اقول له بطاطيش ولا يعرفها على طول. اللي هي الكبه النيه وخليتهم يشوها من غير اي